السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض كده حاجة جميلة جدا. هنعمل مع بعض البلوبيف. هنعمله بطريقة سهلة جدا. انا نزلتكم قبل كده فيديو بطريقة تانية، ودي طريقة تانية بس فعلا طلعت يعني احسن من التانية بكتير جدا. جربوها مش هتندموا بإذن الله. وهنعملها يعني في البيت. دلوقتي البلوبيف معدي 100 وشوية، فلا ليه نجيبه بالسعر ده؟ احنا ممكن بربع كيلو لحمة يعني مجمدة دلوقتي ب40 جنيه الربع، هنقدر نعمل بيه نص كيلو بلوبيف معدي 100 وشوية. اول حاجة هنعملها هننزل بسمنة على النار وننزل فيها اللحمة من غير اي حاجة، ونسيب اللحمة تتشوح كده. وتعالوا مع بعض نعمل كده خلطة هي اللي هتعمل لنا البلوبيف. هتمسكوا ببعض. هنحط كوباية وهنحط معلقة وربع من الجيلاتين، وهنحط عليهم معلقتين مية سخنة، ونسيبهم على جنب يبردوا شوية عبال ما نخلص اللحمة. هنا اللحمة كده انا خلصتها. هرفعها من على النار ونبدأ بقى نجيب الكبة معانا. هنحط فيها ايه بقى؟ زي ما هقوله لكم كده، اكتبوا المقادير بتاعة البهارات. هنحط فيها بهارات لحمة. هنحط فيها نص معلقة بهارات لحمة، نص حبهان مطحون. هنحط فيها ملح، فلفل اسود، وهنحط فيها نص معلقة من البهارات السبع. تمام. وهننزل بقى بمرقة بتدي تيست بردك للبلوبيف. حطينا المقادير الجافة كلها كده. هنبدأ ننزل بقى باللحمة عليها، وهنديها ضربة كده بالكبة. الموضوع سهل جدا وبسيط، ويتعمل ما تعملش معايا، ما خدش معايا ربع ساعة وتعامل معايا. فجربوها، الموضوع سهل جدا خالص، فمش هتتعبوا فيه. هنا هضرب زي ما انا قلت لكم كده. هندي اللحمة كده ضربة زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ بقى نعمل ايه؟ هنجيب لون احمر. هنعزز طبعا اللون، نديله درجة نفس درجة البيف، البلوبيف. مش هزود لون، هنزل بيه حبة حبة لغاية ما اوصل للدرجة اللي انا عايزاها بتاعة البلوبيف. المرة اللي فاتت عملته معاكم كان اللون سال معايا اكتر، فعطى اللون الاحمر الجامد. لا، انا عايزة النهاردة اعمله بنفس لون البلوبيف. طبعا دي الوان من عند العطار، يعني هي الوان بيقولوا هي صحية، وان شاء الله تبقى صحية يعني. هننزل بقى بالجيلاتين على الخلطة دي بعد ما ضربناها. ليه ما نزلتش بالجيلاتين من الاول؟ لان الجيلاتين بيمسك اللحمة جامد، فانا كنت عايزة اضرب اللحمة براحتي. وطبعا لو اللحمة يعني تقيلة على الكبة، ممكن تديها يعني ايه معلقتين مية، ما تقلقيش، او شوربة لو. هنرجع كده نبص عليها تاني. ايوه، هو اللون ده بالظبط اللي انا عايزاه. هنبدأ نجيب علبة صغيرة على قد الربع كيلو. انا ما كانش متاح عندي علبة صغيرة، فجبت يعني طبق كده كان عندي. انا هنا زي ما انتم شايفين كده زودت اللون يعني سنة صغيرة. اللون كده بقى يعني اظبط شوية. انا كان بالنسبة لي بردك اللون التاني كان كويس، بس لا يعني ظبطت احسن شوية. زي ما انتم شايفين كده. انا جبت طبق كده عندي اللي بنجيب منه كنت جايبه فيه اللحمه، يعني غسلته. وهحط تحته كيس
اللي هي الكيس اللي احنا بنجفف فيها دي، او بيسموها اكياس لبن من عند اي حد بيتجاب بالكيلو. هننزل بقى بالخليط ده، بس مش هفرده في الطبق كله، لان هو طبعا مقدار صغير، فانا عايزاه يبقى كده عطش سمك كويس عشان اقدر ان احنا نقطعوه. لما تيجي تقطعيها يعني تتقطع معاكي كده شرايح. هعمله في نص الطبق. طبعا انت لو عامله نص كيلو هتملي الطبق كله. هنبدأ كده نفرده كده، نسويه، وبعد كده هنغطيه بالكيسة ونحطه في التلاجة معانا لتاني يوم. هضغط عليه كده بالكيسة من هنا ومن هنا. هنحطه في التلاجة يعني مش اقل من 5، لو انت عاملاه بالليل تاني يوم افتحي عليه. لو انت عاملاه من الصبح يعني 5 ساعات 6 ساعات، وايه هتلاقيه بقى زي الفل. هنا هو انا طلعته بقى من التلاجة، لو انا كنت عاملاه بالليل فطلعته الصبح. ده منظره، شايفين سمكه عامل ازاي، وشايفين نفس البلوبيف اللي انا بشتريه في العلب بالظبط. هنبدأ بقى نقطعه كده، هوريكم. طبعا انت لو حابة بقى تعمليه بالبيض، تعمليه اي طريقة، البلوبيف بيخش في اكلات كتير قوي، هيعجبكم. جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم، مش هتندموا خالص. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ودعموني في القناة ولايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو في اي استفسار اسألوني في الكومنتات وانا هرد عليكم. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.